بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريش، عايز اقول لكم بس يا جماعه كده كلمتين ان افشخ نادي في المجره، النادي اللي لسه واخد بطوله العالم في التاريخ، اللي هو مفيش منه اتنين تلاته في العالم. اتعادل النهارده 1-1 مع مودرن فيوتشر. طبعا مش محتاج ان انا اقول لكم ان ده اول مره الزمالك يتعادل محليا مع مودرن فيوتشر، على اعتبار انه اصلا دي يعني ما لعبش غير ماتشين في الكونفدراليه. فمن يوم ما مودرن فيوتشر ده اخترعوه وطلع مع علي ماهر تقريبا، ولحد السنه دي الماتش ده الزمالك ما فيش مره ما عرفش يغلب فيها مودرن فيوتشر ده يا جماعه. طبعا برضو جدير بالذكر ان انا لازم اقول لكم معلومه مهمه، برضو لازم تبقوا عارفينها وتبقوا مع اخوكم زي ما انتم فاهمين، ان الكابتن محمود عبد الرحيم جنش ما لعبش الماتش ده، تمام؟ وبقاله فترة ما بيلعبش برضه مع مودرن فيوتشر. فهو الزمالك الحقيقة في حاجة ماسة إلى غلطات الكابتن جنش. جنش يا جماعة كان بيغلط غلطات في ماتشات الزمالك دي، كان مش طبيعي. يعني احنا طبعا مش هنخش في نية بني آدم والله، بس هو فعلا كان في ماتشات الزمالك بيغلط غلطات مش طبيعية. النهارده الراجل ما شاء الله حارس المرمى بتاع مودرن فيوتشر ده يا جماعة، ما فيش كرة عرضية طلع ما خدهاش، كل الكور العرضية بياخدها، كل الكور الكورنرات بيطلع بالبوكس. الولا بيلعب الكوره بالبوكس، ولا مايك تايسون في عز مجده يعني. فطبعا والله بيفكرنا بغلطات الكابتن جنش، الله يديله الصحه ويبعدوا عن الملاعب دايما يا رب في ماتشات الزمالك، ويبعدوا عن طريقنا برضو مفيش مشكله خالص يعني. فطبعا يعني احنا عايزين نقول هارد لك غارمنا الكابتن فريق الزمالك زي ما انتم فاهمين. وهارد لك طبعا لكل الاخوه الزملكاويه اللي كانوا عاملين احتفالات بقالهم 3 ايام ما تفهمش مصدعيننا على ايه اصلا، ما احناش فاهمين. ويلا الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمه، والحمد لله على نعمه الاهلي والله يا جماعه. السلام عليكم.